مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. بينما نتحدث الان ايران بتضرب بقوه. انا ما عنديش ارقام وما اقدرش اقول لحضراتكم انه يمكن دي اكتر ليله ايران بتضرب فيها، ولكن الاخبار اللي جايه على يعني استهدافات قويه لاماكن استراتيجيه، ويبدو ان هذا رد على ضرب المصنع الإسرائيلي اللي كان فيه الكيماويات وحاجات غازات مسمومة. يعني ضربة كبيرة جت للأراضي الإسرائيلية، فيبدو أن هذا هو انتقام كبير. ولكن الآن أنا لا أستطيع أن أؤكد إذا كانت أكتر ليلة ضربت فيها طهران أو ضربت فيها أهداف إيرانية، ولكن بينما نتحدث كما تروا الآن في قناة العربية الشقيقة الضربات متوالية كثيرة في أماكن مختلفة. هل هذا الأمر ينذر بشيء؟ ويمكن ده لو تفتح القوس الحديث المستمر عن إنزال بري. طبعا ده شيء يصعب تفهمه. يعني ايه انزال بري؟ وابتدت اسرائيل تتحدث عن انها تستطيع ان تقدم دعما للقوات الامريكيه اذا حدث انزالا بريا. انزال بري فين وازاي؟ ويتحدثون عن انه 20,000 30,000 عسكري امريكي، ولكن التقديرات بتقول انه لو هناك غزوا بريا يحتاج الى ارقام تقارب مئات الالاف. يعني انت محتاج قوات، مدرعات، طيارات. يعني مسألة ليست من السهولة بمكان. ولا اعلم اذا كان الرئيس الامريكي من الشجاعة انه يغامر بجنوده الامريكان ونرى فيتنام جديدة. انما الأحداث تتصارع بشكل كبير. هناك كلام، وفي نفس الوقت في باكستان مفاوضات علشان يبقى فيه نوع من أنواع الحل الدبلوماسي، ولكن تضرب إيران الآن ضربا كبيرا. وأيضا إسرائيل تم استهدافها استهداف ضخم اليوم. نحن على الهواء الآن نرى ما حدث في المصنع بتاع الكيماويات في بئر سبع الإسرائيلية. يعني يتحدثون عن 3 صواريخ أصابت الهدف. أصابت الهدف. فماذا يحدث؟ هل حدث نوع من أنواع التطور لهذه الصواريخ؟ هل ظهرت صواريخ جديدة؟ ما هي الحكاية؟ ماذا يحدث الليلة الآن؟ سيادة العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أهلا بيك يا فندم. حضرتك استاذ عمرو فريق العمل الجمهوري الكريم. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ هو سيادتك اللي قلته فعلا النهارده تصعيد غير طبيعي، والموضوع دخل في ان اجزاء كبيره من طهران اطفئ النور، يعني دخل في مرحله استهداف مصادر الطاقه اللي كان بيهدد الجانب الايراني بالرد المقابل باستهداف مصادر الطاقه للمصالح الامريكيه في المنطقه، ويقصد الخليج العربي. التصعيد ده خط احمر كان، يعني كل سواء الوسطاء او الدول الفاعله بتحافظ ان لا نصل لهذه النقطه، لان هذه النقطه لو انزلقت ما فيش عوده فيها، وحتى لو اتصالحوا احنا محتاجين سنوات كثيره حتى يتم اصلاح ما تم تدميره. والجانب الايراني بيقول لو تم استهداف الطاقه لن يفتح مضيق هرمز الا عندما يقوم الجانب الايراني الامريكي باعاده اعمار ما قام بتدميره. يعني معنى كده ان مضيق هرمز لن يفتح زي ما نتوقع ونتمنى خلال فتره وجيزه. انا شايف الموضوع مش فكره المصنع اللي تم استهدافه، لان يعني اسرائيل استهدفت مصانع كثيره، مصانع اسمنت ومصانع حديد، واستهدفت محطات كهرباء، وحتى ابو شهر مفاعل نووي ضربت مستودعات غاز فيه. هو اتجاه الضغط الاخير على ايران لفكره تغيير موقفها.
والا الوصول الى العمليات البريه. بالمناسبه العمليات البريه مش القوات اللي هم مارينز وقوات المحموله جوا الفرقه 82 دي مقدمات. لما نتكلم على حرب بريه، احنا لو قارنا بحرب الخليج، حرب احتلال العراق، احنا بنتكلم كان في حوالي 200,000 250,000 منهم 200,000 قوات بريه. احنا بنتكلم في ضعف هذا الرقم عشان نتكلم في حرب بريه ضد ايران. الحرب ليست مستحيله، هي فكره تكلفه، سواء تكلفة مادية، تكلفة بشرية، تكلفة اقتصادية، في ظل إصرار الطرفين على يعني انت مطالب. بتتكلم على ان الناس دي عايزه، علشان بس يعني تقول يا بريه، عايزه 500,000 جندي جاهزين. بالظبط. وموضوع احنا دلوقتي عندنا حاملة طيارات واحدة، ابراهام لينكولن. الجيرالد فورد خرجت وبتتصلح في كرواتيا. في حرب الخليج كان في 6 حاملات طائرات. بالإضافة عشان تحصل حرب برية شاملة لابد من استخدام قواعد الخليج العربي. الموقف الخليج معروف ان هو لا يستخدم، يعني لا يعطي الحق في استخدام لا اجواء ولا قواعد ولا امدادات ولا اي حاجه في الدنيا، وده موقف ثابت ومعلن. لكن اذا استمرت ايران في فكره استهداف الخليج مع فكره الرد، يعني اسرائيل تضرب ايران فايران ترد في الخليج، في الحاله دي انا ما اضمنش كمحلل، يعني انا مش سياسي، ما اضمنش ان هذا الموقف يستمر هكذا. فالفكره فكره يعني حرب بريه بكره، بعده بعد اسبوع بعد شهر، لا. طيب ابرارات على يعني جزر عمليات تعتبر عمليات عاليه التكلفه ولا عائد منها، يعني جزيره خرج على بعد 15 ميل من المينلاند، من اليابسه الرئيسيه. اذا لو دخل فيها القوات الامريكيه بعمليه باقتحام بحري، انزال، ابرار، في الاخير تحت نيران الاسلحه، كل الاسلحه من اليابسه الرئيسيه الايرانيه. مساحتها مش كبيره، 20 كيلو، 8 كيلو تقريبا طول، في 2.5 كيلو بس عرض. دي جزيره استراتيجيه، دي اللي بيتصدر منها النفط، يعني احتلالها من قوات امريكيه ده مساله مش سهله، يعني ليست بسيطه يعني. ما هو لو احتلتها الجانب الامريكي يقدر ينزل عليها ببعض الخسائر، لكن هي الفكره ان ايران هتولع الجزيره باللي فيها. الجزيره يعني هي عباره عن زي ما في الصوره، هي عباره عن مستودع نفط وانابيب نفط وابار نفط، فلو ولعت فيها من يتحمل تكلفه ان احنا عندنا تقريبا هيكون في حدود يعني وصلت المجموعه MAU 31 قادمه من اليابان، موجوده في ديجو جارشيا.